هل سمعت عن اللاعب الذي قلب موازين البطولة المغربية؟ نجم خطف الأنظار بتمريراته الساحرة وأهدافه الصاروخية. أمين زحزوح، لاعب وسط بلمسات سحرية جعلت منه أفضل صانع أهداف في البطولة. فما قصته وكيف أصبح نجم الجيش الملكي الأول؟ تابعوا معنا القصة الكاملة. ولد أمين زحزوح سنة 2000 في مدينة المضيق، وبدأ رحلته الكروية في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، حيث أظهر موهبة استثنائية في التحكم بالكرة وصناعة اللعب. في سن 20 خاض تجربة احترافية قصيرة مع نادي أنجيه الفرنسي، لكنه قرر العودة إلى المغرب لينضم إلى اتحاد تواركا، حيث بدأ يبرز كواحد من أفضل المواهب الصاعدة. بعد تألقه مع اتحاد تواركا، انتقل زحزوح إلى الجيش الملكي في موسم 2023-2024، وهناك انفجرت موهبته. في موسمه الأول سجل 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة ليكون واحدا من أفضل لاعبي الدوري المغربي. لكن ما جعله نجما بارزا هو رؤيته الفريدة للملعب، تمريراته الدقيقة وقدرته على خلق الفرص لزملائه. في الموسم الحالي واصل زحزوح تألقه، حيث سجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 25 مباراة، ليصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف. ما الذي يجعل زحزوح لاعبا استثنائيا؟ يمتلك قدرة مذهلة على التحكم بالكرة تحت الضغط. تمريراته الحاسمة تجعله صانع ألعاب من الطراز الرفيع، يجيد التسديد من خارج المنطقة، ما جعله يسجل أهدافا مذهلة. مهاراته الفنية تجعله أحد أخطر اللاعبين في المواجهات الفردية. حتى الجولة 20 من البطولة المغربية قدم زحزوح 8 تمريرات حاسمة ليكون أفضل صانع أهداف في المسابقة، كما حصل على أعلى تقييم 7.87 وفقا لموقع صوفا سكور. إضافة إلى ذلك، لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية مثل أولمبيك ليون الفرنسي وريال بيتيس الإسباني، ما يفتح الباب أمامه لاحتراف أوروبي قريب. التقنيات ديالو في التمرين والوضع البيداغوجي، كيفاش كيراوغ بالرجلين، كيفاش كيدخل باللي سلالوم ولي كروشي ديالو، وحتى الفكر ديالو انه يمشي لفروق كبيره. نتمنى مسار طيب لهذا اللاعب. زحزوح ليس مجرد لاعب عادي، بل هو موهبة استثنائية في الكرة المغربية. فهل سيكون النجم القادم في أوروبا أم سيواصل تألقه مع الجيش الملكي؟ الأيام القادمة ستكشف لنا مصير هذه الموهبة الفذة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد عن نجوم الكرة المغربية.